هذه قصيدة الفارس حمد بن هادي بن حمد الجابر المري الغهبان. كلمة اليوم منقع نجران. كان منقع نجران يحمونه بني ذهل. بني ذهل اللي هم الهندي والجمنان يتلحقون في ذهل من دون المرة، وهم ويا المرة عيال جشم من دون يام. وكانوا بني ذهل يحمون المنقع إلين يجون الجابر من الشمال ويكتمل الحسبة. إلى كملت الحسبة روجوا لها الجابر وحلوا ذاك الليل وفك حماه عند الصبح. يوم جاء ذاك الليل وهم عايشين في المنقع واصبحوا هاي الحماه مفكوك والغيهبان قد هو كبير في السن. قال اللي عنده خذ ريح المنقع، قالوا اقعدوني وارفعوا جبوني واربطوها بالحمودي ولقوا وجه المنقع. اقعدوا ورفعوا جبونه واربطوها بالحمودي ولقوا وجه المنقع، ولا يجي البيوت مبناه ولا يجي الخيل ولا يجي المجاهيم ولا وارث مختلف الرتعة في المنقع. قال نجران وادي بني ذهل قبايلنا ولا يحله سوى من هو يدارينا، وإذا نزلنا بطرافه وبنينا بنقد زلباتها في منقع الطين. قد عيت البل وبدت كل قراعي تتلى سلفنا وحنا فيه داوينا. يا زين سود الوبر والبيض مختلفة في مرتع من مراتعنا مشاهينا، ولا عاد يقدر لها من كان حراب ومن كان قرن حديد ما يقاوينا. حنا كما عرنة بلت مراوزها ومن رازنا من عدانا راح يشكينا. نطعن ونطعن من يطعنا واكثر طعنا الى كثر الطعن فينا. وتوفى عقب القصيدة دي الله يرحمه. هذه اخر كلمة قالها وقبروه في المنقع.